السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في فيديو النهاردة هنتكلم عن تلاجات فريش، أكتر حاجة جات لي أسئلة عليها الفترة اللي فاتت. هنتكلم عن مميزات وعيوب التلاجة، وهقول لكم رأيي الشخصي ورأي الناس اللي استخدموها، كل التفاصيل عن تلاجات فريش. فلو أول مرة تشوفنا انزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة. احنا قناة مهتمة بمراجعة الأجهزة المنزلية، فلو حد حابب ياخد فكرة قبل ما يشتري أو يسألنا عن أسعار أي منتج يقدر يتواصل معنا في التعليقات أو من خلال رقمنا بتاع الواتساب، بيكون موجود دايما تحت في صندوق الوصف. يلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. طبعا شركة فريش غنية عن التعريف، يمكن أشهر حاجة معروفة بيها فريش هي المراوح الفريش. هنشوف بقى في حلقة النهاردة هل تلاجات فريش قوية ولا فيها عيوب. أي استفسار أو أي تفاصيل عايزين تعرفوها هنقولها إن شاء الله في حلقة النهاردة. نبدأ معاكم بمميزات تلاجات فريش. أول ميزة معانا هي تنوع الأحجام واختلاف الأشكال، فيها ساعات كتيرة جدا مختلفة تناسب أي بيت، فأيا كان طلبك أو احتياجك هتلاقيه إن شاء الله في تلاجات فريش. في بشاشة ديجيتال وفي من غير شاشة ديجيتال، في تلاجات فيها مبرد مية، في تلاجات بدون مبرد مية، بتكون مزودة بخاصية اسمها السوبر كول، دي درجة تحكم في التبريد الخارجي للتلاجة. اللمبة الداخلية للتلاجة بتكون ليد، طبعا دي بتوفر إضاءة داخلية كويسة جدا، بتقدر تشوف كل اللي داخل التلاجة، وشكلها بيكون لطيف جدا، بتكون 12 وحدة إضاءة، يعني هتقدري تنظمي الحلل أو الأطباق اللي بتحطيها داخل التلاجة، هتشوفي كل حاجة بوضوح. التلاجة فيها فلتر أيونايزر، الفلتر ده بيكون 4 طبقات. طب ايه وظيفته؟ ده بيخلص الاكل من البكتيريا او بيمنع تكون البكتيريا على الاكل، وكمان بيمتص اي روائح داخل التلاجة. في بعض التلاجات لما نيجي نفتح الباب بنشم بعض الروائح الكريهة، في تلاجات فريش الفلتر ده بيمنع الروائح الكريهة، وبرضه بيمنع اختلاط روائح الطعام على بعض، فده بينتج لنا الحفاظ على الطعام فترة اطول داخل التلاجة. بيكون الرفوف زجاج مقاومة للحرارة ومقاومة للكسر، يعني ما تلاقيش خالص من الأرفف الزجاج في تلاجات فريش. بتتحرك بسهولة عشان نوفر المساحة اللي محتاجينها. طبعا بتكون نو فروست، مفيش أي تكوين للتلج، مش دي فروست. المميز برضو في تلاجات فريش إن هي مش بتطلع أي صوت، على عكس موديلات تانية بتعمل أصوات أثناء التشغيل. برضو بتكون أعلى كفاءة وأقل استهلاكا للكهرباء، تلاجة اقتصادية جدا وموفرة للكهرباء. صانع التلج بيكون قابل إنه يتفصل، طبعا ده بيوفر لنا مساحة كويسة جدا في الديب فريزر. الخامات بتكون عالية جدا والسعر بيكون على قد الايد. الكباس بتاعها بيكون من شركة ال جي، عشان برضو الناس سألتني عن الموضوع ده، فانا بعتبرها افضل تلاجة بالنسبة للقيمة والسعر، وهقول لكم برضو في اخر الحلقة عن رأيي الشخصي فيها. تصميماتها جميلة جدا وجذابة وعصرية، تحس التلاجة كده ديفرنت، في منها الوان كتيرة جدا طبعا تناسب اي ديكور. الموديلات الجديدة منها بتكون مزودة ببلوتوث، طبعا لو عايزين تشغلوا حاجة أثناء الطبخ ولا أي حاجة بتكون زي في سماعة كده في التلاجة بتشتغل معاكم، يعني موسيقى. وفيها إمكانية توصيل الموبايل مكالمات من التلاجة، يعني كده قاعدة بتطبخي تلاقي حد بيرد من التلاجة. في حين إن بعض الشركات بتقلل فترات الضمان، فشركة فريش ضمانها 10 سنين. كده يكون ذكرنا معاكم كل مميزات تلاجة فريش. هنتكلم بقى عن العيوب. قبل ما نتكلم في العيوب هتظهر جنبي في علامة الاي كنت عامل مقارنة بين افضل 5 تلاجات موجودين في السوق، ومقارنة بين تلاجة ال جي وتلاجة سامسونج. لو ما ظهرتش جنبي ممكن تاخدوا لفة كده في القناة هتعرفوا كل التفاصيل. ولو حد عنده سؤال يقدر يتواصل معنا زي ما قلنا في بداية الحلقة على رقمنا في صندوق الوصف، رقم الواتساب او التعليقات بنرد عليكم على طول. ندخل بقى عن عيوب تلاجات فريش. اول عيب معانا قطع الغيار وتكلفة الصيانة بتكون عالية جدا، يعني لو لا قدر الله حصل حاجة في التلاجة الصيانة بتاعتها بتكون تدفع فلوس كتيرة جدا للتوكيل. في بعض الناس اشتكوا من جودة التبريد في الصيف بتكون قليلة شوية، بعد فترة جودة التبريد بتقل، مثلا سنة من سنتين لخمس سنين، ولما الحرارة بتزيد في فصل الصيف جودة التبريد الداخلي للتلاجة بيكون قليل شوية أو بيضعف شوية. برضو من أخطر عيوب تلاجة فريش هو تسريب غاز الفريون. بعض الناس قابلت المشكلة دي. معنى تسريب غاز الفريون معنى كده إن التلاجة تبريدها بيقل برضو،
وبيأثر على كفاءة التلاجة، فده بيخلينا كل فترة كده نحتاج نشحن التلاجة. برضو بعض الناس اشتكت من ضعف رفوف التلاجة، مع ان من مميزات التلاجة ان الرفوف بتاعتها بتستحمل الحرارة وضد الكسر، بس في بعض الموديلات فيها ضعف في الرفوف، فبنحتاج نستخدمها بكل حرص وعناية. طبعا مش هنتكلم معاكم عن الاسعار، لان الاسعار كل يوم، لا هي مش كل يوم، هي كل ساعة للاسف بتزيد. فلو حد حابب يتكلم معانا عن سعر موديل معين زي ما اتكلمنا معاكم، رقمنا في صندوق الوصف، او تسيبوا لنا تعليقات هنرد عليكم على طول. دي تكون اغلب مشاكل او عيوب تلاجة فريش. هنتكلم بقى عن اراء الناس في تلاجات فريش. طبعا اراء الناس انقسمت نصين، نص بيقول كويسة جدا وتلاجة 100 ونص بيقول في بعض العيوب. زي ايه العيوب دي؟ ان مثلا درج الخضار تحت في التلاجة مش بيطلع غير لما التلاجة تتفتح على الاخر، وان حركة الدرج مش بتكون احسن حاجة، ممكن لو حركة غلط ممكن الدرج يتكسر. برضو اشتكوا ان حجم الدرج بيكون صغير نسبيا، فمش بيشيل خضار كتير. طبعا بما ان الموتور LG فدي حاجة كويسة جدا، بيدي تبريد قوي جدا. بعض الناس اشتكوا من خدمة ما بعد البيع، ان هما بيتصلوا بيهم مش بيردوا، وانا استبعد الخيار ده خالص، او استبعد العيب ده خالص، لان شركة فريش يعتبر من افضل خدمة ما بعد البيع الموجودة في السوق بالنسبة للشركات الموجودة يعني. ده كده يعتبر معظم اراء الناس اللي معظمها بيكون ايجابي. طبعا الناس كلها مش بتتفق على رأي واحد، ده كده يكون اراء الناس في التلاجة. فانا هقول لكم بقى رأيي الشخصي في التلاجة. لو كان حد سألني مثلا من 5 سنين كده، لو قال لي مثلا اشتري فريش ولا توشيبا، كنت هنصحه واقول له اشتري توشيبا طبعا وانا بغمض. لكن في اخر سنة او اخر سنتين شركة فريش ابتدت تحسن من جودة منتجاتها بالذات في التلاجات، فهي بصراحة حاليا يعتبر من افضل انواع التلاجات اللي موجودة في السوق، بسبب التكنولوجيا الحديثة اللي داخلة جوه التلاجة، وبسبب جودة التلاجة وموتورها. وبكده يكون خلصنا حلقتنا النهاردة. رب تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم حلقة جاية كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.